كما قلت توارقه فريق قوي، فريق ممتاز، عندهم مدرب اعلى مستوى، ما يحتاجش من الحكام باش يعاونوه. اليوم الحكم لعب دور كبير في التعادل هذا بكل صراحه، كامل الاسف ما عندناش حكام بكل صراحه. ملعب البشير دائما مهزله تحكيميه كتوقع في ملعب البشير في كل مره. رشيد بالنسبه للمباراه ديال اليوم فريق التوروقي، يعني كنا كنأملوا ناخذوا 3 نقاط لأنها مباراه مهمه، لأن كون ربحنا اليوم غادي نعتاليو المراكز على الاقل نوصلوا للمركز الثامن، ولكن مع كامل الاسف ما تأتاش لنا لان المباراه بالنسبه لنا التركيز ما بقاش عندنا في اخر الدقائق، وفريق التوارقه ضغط بشكل كبير استطاعوا باش يسجلوا التعادل. رجع المباراه كانت متكافئه. الشوط الاول يمكن شباب محمديه كان افضل واستحوذنا على الكره، استطعنا باش نسجلوا وضيعنا فرص. فريق التوارقه عندهم فريق ممتاز، مدرب كبير اللي هو سي طارق السكتيوي، بكل صراحه فريق اللي كان مفاجاه ديال هذا الموسم. ما نقولش كيستحقوا التعادل، ولكن المباراه كانت متكافئه، ولكن شباب محمدي كيستحق الفوز اليوم، لان الاخر الدقائق نفس السيناريو كيوقع لنا يمكن 3 مباريات كان كيسجل لنا هدف تعادل في اخر الدقائق. مع كامل الاسف وكل احترامي للحكام، فاليوم فضيحه تحكيميه وثاني في ملعب البشير بالمحمديه، فما عرفتش انا واش هاد الحكام هادو مستهدفين فريق شباب محمديه ولا شنو واقع. فاش كنكونوا منهزمين الحكم الرابع كيرفع 3 دقائق 4 دقائق، فاش كنكونوا فايزين 6 وكتوصل حتى ل 12 10 ما كاينش المشكل. ما فهمتش انا علاش. وبالاضافه ان الحكم اليوم بقى يزيد في التوارقه تماركاو، لان التوارقه ما كتحتاجش الحكم، كما قلت التوارقه فريق قوي، فريق ممتاز، عندهم مدرب اعلى مستوى، ما يحتاجش من الحكام باش يعاونوه. اليوم الحكم لعب دور. خويا هشام ان الاصابه ديال القراع هي اللي يمكن اثرت علينا شويه، لان كنا معولين على القراع لان رجع في المستوى ديالو، سجل هدفين المباراه قبل السابقه، ومع كامل الاسف اصابه كانت ديالو اللي اضطر باش يخرج. اما المليوي يمكن ما كانش اصابه، المليوي كان تغيير تكتيكي باش نحافظوا على النتيجه، وكانت في الدقيقه الاخيره يعني اللي جا فيها الهدف. حاولنا لان شفنا طارق السكتيوي غامر بمهاجمين ولا لعب 3 المهاجمين في الامام بالاضافه للاعبين الوسط اليمين واليسار، فبان لنا اننا نزيدوا مدافع اخر باش نحافظوا على النتيجه في اخر دقيقتين، ولكن مع كامل الاسف ما نجحناش في هذا الشيء. كما قلتي الاصابات اثرت، ولكن اصابه ديال الزيله خفيفه، الاصابه ديال كمال اللي غنفتقدوه، لان كمال كما عرفتوا ان مده كبيره هو غايب على الفريق ورجع وتصاب وثاني اصابه في الاصابه يمكن تكون في الاجل ديالها طويل، نتمنى ليه الشفاء. لكن كنرجعوا الواحد كيخدم طيله الاسبوع طيله السنه، كيخدم باش يوجد فريق باش يلعب على الفوز، كيجي حكم كيجيك حكم غنقولها بالدارجه كيضرب لك كل شيء في الصفر، يضرب لك كل شيء في الزيرو بكل صراحه من غير الوقت. بقى كيقدم كيزيد في الفريق التوروقي، كيزيد ضربات الاخطاء، ضربات الركنيات، ضربات تتعادلوا. كانت واضحه، انا كنت حاسس بها في السيناريو تاع المباراه الفتح كتعاود اليوم، يعني نفس السيناريو مع كامل الاسف. كوتش انكم تراجعوا لورا كما قلت انا السي طارق السكتيوي دخل مهاجمين يعني عزز الهجوم ولاو كيشكلوا خطوره كبيره، ولكن ماشي خطوره ان كانوا كيديروا شي محاولات اللي هما مدروسين او ملعوبين، كانوا اعتمدوا على الكرات الطويله. هذا اللاعب الافريقي المهاجم ديالو الكره الطويله وكيتسناو الكره الثانيه ونجحوا فيها في اكثر من مناسبه، لكن الدفاع ديالنا بقى متماسك حتى اخر الدقائق، ومع كامل الاسف ما قدرناش نحافظوا على النتيجه، لان الكره الهدف كما شفتي جا من كره طويله وتماركات بوحدها دخلت للشباك، فكان مكتاب علينا التعادل اليوم. ولكن الحكم نرجع نقول الحكم لعب دور كبير في التعادل. واحد سؤال كوتش في نظر ما جاتنا فرصه واحده سانحه للتسجيل، يمكن ضيعنا فرص، ولكن كان ممكن وقت المباراه في الفرصه ديال ناقوس اللي كانت امام المره كان يسجل في اخر الدقائق، النتيجه تولي 2-0، يصعب الوضع على الاتحاد التوروبي. كما قلتي مع كامل الاسف ما سجلناهاش، ولكن كنهنئ اللاعبين ديالنا بالرغم تضييع الفرص، بالرغم من النتيجه ديال اليوم، ولكن كنهنئهم لان داروا مباراه كبيره وبقاو مقاتلين حتى اخر الدقائق. فغنقول نعاود في اي سؤال غنرجع الحكام اليوم دار مهزله تحكيميه، كمقابل على الكرسي التحتيه تاع شباب محمديه، الكرسي التحتيه التوارقه ما وصلش ليه نهائيا، فين ما كنتحركوا ولا كنقولوا شي كلمه كيحاول يقمعنا فهذا، ولكن ملي كتكلم انت كتقمع ما كتقدرش تهضر، فكنهضروا مع وكيل الملك وما مع حكام. مع كامل الاسف الحكم لعب دور كبير في هذه النتيجه هذه. شكرا.